السلام عليكم، مرحبا. اليوم إن شاء الله هنحضر مع بعض كريمة باستري أو الباتيسير كريم أو الكاستر. هي دي أسماء المتداولة، وطبعا الكريمة باستري لها عائلة كبيرة من الكريمات، ولكن هي الأساس الكريمة الباستري، وهنحضر منها كريمة النهاردة موسوليني. يلا نشوف مقاديرنا. معايا صفار 4 بيضات، ومعايا نشا، ومعايا كمان سكر حبيبات، ومعانا كمان زبدة تكون حيواني. أهم حاجة إن الزبدة تكون حيواني مش نباتي. ومعايا الفانيلا، وده مكون الأساسي لأن الكريمة بتاعتنا تعتبر كريمة فانيلا. هنحط دلوقتي السكر والنشا على صفار البيض، وهنخلطه تماما لغاية لما نوصل لدرجة إن هو يبقى لونه فاتح. وكمان هنحط الفانيلا. طبعا يستحب إن أنا أستخدم فانيلا سائلة، وتكون فانيلا حبيبات، لأن هي دي النكهة الأساسية في الباستري كريم. طبعا هنخلط المكونات تماما لغاية ما تبقى شبه سائلة ولونها يفتح معايا، وهبتدي أنزل عليها بشوية من اللبن. أنا طبعا محضرة نص كيلو لبن او 500 جرام من اللبن، هاخد منهم شوية بس، هعمل احلال للبيض. وهنزل بقية المكونات في الحلة بتاعتي، وهرفعها على نار متوسطة، وهبتدي استنى لما اللبن بتاعي يبتدي يسخن، يا دوبك بس هيطلع بخار خفيف. هبتدي اقلب مكون البيض اللي احنا خلطناه مع النشا والسكر والفانيلا، وهنزل بسرسوب خفيف قوي على اللبن، وهفضل اقلب لغاية لما اخلص كل الكمية. وطبعا الفانيلا ده المكون الأساسي في الباستري كريم، ويحبذ جدا ان انا استخدمها فانيلا سائلة او تكون فانيلا طبيعية. هبتدي اخلط تمام. طبعا انا ضفت لها فانيلا بودر بس خام، وتاخدي بالك ما تضيفيش كمية كبيرة من الخام لانها ممكن تمرر. طبعا هفضل اقلب لغاية لما القوام بتاعي هيسمك زي ما حضرتك شفتي كده، هيبتدي يتقل شوية بشوية. في الاثناء دي هبتدي اضيف ال 40 جرام من الزبدة الحيواني. وطبعا دي زبدة لازم تكون بدرجة حرارة الغرفة عشان تختلط تماما، وبتوصل الكريمة بتاعتي ان بيبقى لونها لامع وجميل، وملمسها ناعم معايا وحرارية زي ما حضرتك شايفة كده. اول ما تبتدي تطلع فقاعات من الهواء، انا هشيلها على طول من على النار، وهبتدي اجيب اناء هدهنه بمادة دهنية، وهبتدي انزل الباستري كريم او الباتيسير كريم او الكاسترد اللي احنا عملناه، وهنحاول بقدر الامكان نوزعه بالتساوي. وهغطيه ببلاستيك استرتش عشان احافظ على سطحه انه ما يعملش معايا قشرة زي ما حضرتك شايفة. وهسيبه يبرد تماما، وهدخله التلاجة. وقبل عمل كريمة الموسوليني هطلعه قبلها بساعة عشان ياخد درجة حرارة الغرفة. زي ما حضرتك شايفة الباتيسير كريم بتاعنا جاهز. هنطلعه من التلاجة، طبعا تماسك. هنشوف مع بعض هيبقى قوامه متماسك وفي نفس الوقت مرن. وبنفس المقدار ده انا هحضر منه كريمة موسوليني، وهحضر منها الكريمة دبلوماتيك، وهنحضر منها كريمة شوباست كريم. وهي دي عائلة الكريمة الباستري كريم، عائلة كبيرة جدا بنستخدمها في التورت، وبنستخدمها في الاكلير وفي حشو المعجنات، يعني استخدامها ومجالها واسع جدا. هنبتدي دلوقتي نعمل مع بعض كريمة موسوليني. كريمة موسوليني وهي عبارة عن الباستري كريم الاساس اللي احنا عملناه مع بعض، وهنضيف ليه زبدة حيواني. وطبعا الكريمة الموسوليني بتبقى بيتضاف لها الزبدة يعني بنسبة 2 إلى 1، يعني نسبة 2 باستري كريم الكريمة المحضرة لنسبة 1 من الزبدة الحيواني. ولازم تكون زبدة حيواني طبيعية 100%. طبعا هي بتبقى أطعم جدا من عن الزبدة النباتي. هناخد 500 جرام من الباستري كريم، وهنعين الباقي هنعمل بيه كريمة الدبلوماتيك. هنحط دلوقتي هننزل ب 250 جرام من الزبدة الناعمة زي ما حضرتك شايفة بدرجة حرارة الغرفة، يعني مطلعاها من التلاجة هي والباستري كريم قبلها بساعة. هنبتدي ننزل الزبدة 250 جرام، وهنخفقه لغاية لما الزبدة تكون كريمية.
وفي إمكانك تبديل الخطوات، يعني نقدر إن احنا نخفق الباستري كريم الأول وبعد كده نضيف له الزبدة قطعة بقطعة. أنا النهاردة خفقت الزبدة لغاية ما بقت كريمية، وهبتدي أنزل بالباستري كريم شوية بشوية، يعني أنا مش هنزل بكل الكمية عشان ما يحببش معايا وما يفصلش. وطبعا زي ما قلنا إن لازم يكون بدرجة حرارة الغرفة. أنزل شوية وأخفق لغاية ما كل المكونات تندمج مع بعضها عشان نوصل لكريمة موسوليني ناعمة وحرارية. طبعا كريمة الموسوليني أنا بستخدمها في التورتات بالذات لأن قوامها بيبقى متماسك بعكس كريمة الدبلومات وبعكس كريمة الشوباست كريم. هي بتبقى متماسكة أكتر، بينفع إن أنا أحشي بيها التورت وأعمل منها الإكلير وأعمل منها كل حاجة. أما كريمة الدبلومات فإحنا بنضيف لها كريمة فريش وبنضيف لها جيلاتين، فبتبقى أخف في اللون وفي السمك. نقدر نعملها للمعجنات. وبكده نكون حضرنا مع بعض الكريمة الأساسية اللي هي الباستري كريم، وحضرنا واحدة من عائلتها وهي كريمة الموسوليني. انتظروني في حلقة قادمة إن شاء الله نحضر مع بعض كريمة دبلوماتيك وكريمة شي بوست كريم بإذن الله. إلى اللقاء، مع ألف سلامة.